تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة اليوم الأربعاء 29 من أبريل الجاري من توقيف شخص يبلغ من العمر 56 سنة يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح البالغين باستعمال السلاح الأبيض. وكان المشتبه فيه قد أقدم يوم الأحد الماضي على تعريض شخص لاعتداء جسدي بليغ باستعمال أداة حادة بمدينة القنيطرة، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات عن تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه يومه الأربعاء. وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.